ازيكم يا شباب. السيشن التالتة في التست كيسز. احنا دلوقتي هنتكلم على حاجة تالتة. ماشي، احنا اتكلمنا عن اللوجن والهوم بيج. خلينا بقى نكمل. نفتح البراوزر ستاك. بص يا شباب، في نقطة. وانا كنت بكتب الدوكيومنتيشن انا كنت قصدها. يعني ايه؟ عندي مثلا انا المفروض يوزر ستوري كانت موجودة عن البرودكت ديتيلز. ان انا مثلا اي برودكت من ده في اي ابلكيشن او اي ويب سايت، طبيعي ان انت لما بتيجي تدخل تضغط عليه كده. هو طبعا هنا ما بيدخلش، تضغط عليه كده. المفروض ان هو يعني هيضغط، يعني المفروض ان هو هيدخل على برودكت ديتيلز، هيجيب لك الديسكريبشن بتاعته، المواصفات، لو في صور تانية هيعرضها. هيجيب لك مثلا السعر تاني، وهيجيب لك يعني اضف للعربة زي ما هو موجود اد تو كارت. هيجيب المنتجات المشابهة المفروض تحت في الصفحة. هيجيب التعليقات بتاعت الناس اللي اشتروا الديفايس ده قبل كده، التعليقات بتاعتهم على الموبايل. بس هيجيب لك مثلا الالوان الموجوده، هيجيب لك لو في الموبايل منه كذا مساحه هيجيبها لك. فهو المفروض مثلا لو جاب لك كذا مساحات هيبقى في، يعني عندك حاجه انك تغير السعر. احنا طبعا عارفين الصفحه دي اساسيه لازم تكون موجوده. واحنا بنقرا الدوكيومنتيشن كنت انت لقيت ان الحته دي اصلا اوت اوف سكوب. هنعتبر ان انت ناقشت الموضوع ده مع البرودكت اونر مثلا، فقال لك خلاص ماشي احنا هنفعل الصفحه دي لان فعلا الصفحه دي مهمه او هو هنعتبر ان هو خلاها اوت اوف سكوب معانا هنا. بس هنعتبر ان انت في مكان ما تاني هي ما كانتش اوت اوف سكوب، وانت هتضطر ان انت تعملها تيست. طبعا انت مش هيبقى قدامك الابلكيشن لايف كده ان انت تقدر ان انت تشوف ايه اللي شغال وايه اللي مش شغال. احنا مش بنعمل اكسبلوراتوري تيستنج، احنا بنعمل اللي هو العادي، يعني التستنج بتاعنا العادي. فاحنا هنعمل ايه؟ بص يا سيدي، انت مثلا كتبت التست كيسز بتاعتك كلها، اللي هو فيريفاي ان الصور موجوده، وفيريفاي ان في مساحات، وان السعر بيتغير، وفيريفاي ان انت ممكن تضيف تعليق، وفيريفاي ان انت في تعليقات موجوده، وفيريفاي كل الحاجات دي كلها ان انت هتعمل لها تيست. ماشي. بس اول تيست كيس انت المفروض هتعملها ايه؟ انت هتيجي تقول مثلا فيريفاي ان انا لما بلوجن اقدر ان انا اضغط على المنتج ويظهر لي ايه الديتيلز بتاعت المنتج ده. احنا كده لحد دلوقتي متفقين. انت بعد ما كتبت تيست كيسز وجات لحظه الاكسكيوشن وانت جاي تضغط كده، مثلا جاي تضغط، لقيت ان انت ما بيضغطش، الفانكشن دي مش شغاله. طبعا دي كريتيكال باج طبعا، يعني دي حاجه بتوقف الابلكيشن. فانت هتيجي هنا مثلا، انت كنت عامل مثلا هنا ليتس سي انت كنت عامل مثلا صفحه جديده للبرودكت ديتيلز. فانت هتيجي تقول مثلا ايه؟ انت كتبت ده اكنك كاتب التست كيس دي كلها. ماشي، دي تست كيس رقم 11. ماشي، اكنك كاتب التست كيس دي كلها موجوده هنا. فانت انت كده ايه؟ كتبتهم عادي. هتيجي انت بقى يعني لو انت هتيجي تعمل اكسكيوشن مثلا، هتيجي تعمل ايه؟ اول واحده دي اللي انت بتتاكد ان الصفحه دي هتفتح معاك، هتعملها فيلد، والباقي ده كله بلوكد. الباقي ده كله بلوكد. يبقى انا انا بس كان قصدي كله فاهمك حته ايه؟ البلوكد. ايه هي البلوكد؟ البلوكد دي ان انا لما يكون عندي تيست كيسز تانية مرتبطة على التيست كيس الرئيسية بتاعتي. يعني مثلا دلوقتي انا عاوز اتست الكومنتات، عاوز اتست الصور اللي بتظهر لي، عاوز اتست الديسكريبشن. طب انا هتسته ازاي؟ ما هو اصلا انا ما عنديش اكسس، او موجودة في بجاية موجودة بتقول لي ان اصلا صفحة البرودكت ديتيلز ما بتفتحش. فبالتالي انا مش عارف اوصل لها، فدي بقت بلوجد، منتصب بلوجد. وهتكتب مثلا، انت مثلا هتيجي هنا تعمل مثلا الحاله دي بقت ان هي فيلد ومربوطه ببج معينه. هتكتب هنا بلوجد في الباقي هنا بلوجد ومرتبطين بنفس البج دي. يعني لما البج دي تتصلح، احنا هنبدا ان احنا نتست ايه الباقي. تمام. يبقى انا كان قصدي ان انا ما اجيبش حاجه او اكتبها، ما اجيبش حاجه فيها حاجه كبيره زي دي، عشان بس افهمك ان انت في حاجه اسمها بلوجد، وعشان تفهمها امتى نعمل بلوجد. ماشي، تمام. طب احنا كنا كفرنا عندنا اللوجن، وكنا كفرنا الهوم بيج اللي ظاهره قدامي. فاضل عندي الاد تو كارت، وفاضل عندي التلاته اللي فوق دول: الاوفرز والاوردرز والفيفوريت.
وفقط بس. ما يعني مش فاضل عندي اي حاجة تاني، هو حاجة بسيطة قوي. دول بس الفاضلين عندي والسيرش. ماشي، وفاضل عندي السيرش. ماشي، خلينا نبدأ بالسيرش. هاجي هنا اقول له عندي اسمها السيرش، سيرش. وهاجي من هنا اخد برضو نفس العناوين دي. وهاجي على السيرش. تمام. ماشي. طيب هنعتبر ان دي يوزر ستوري رقم 3 عندي. ماشي. تيست كيس برضو رقم 1، احنا بنبدأ بتيست كيس على طول، رقم ايه؟ 1. ماشي. description. طيب نرجع تاني للموقع بتاعنا. بص السيرش، السيرش بتعمل ايه؟ طبعا احنا اتأكدنا قبل كده في الهوم بيج ان الفانكشن بتاعت السيرش دي شغالة، يعني الزرار ده شغال. طب السيرش احنا هنتستها ازاي؟ بص السيرش يعني لازم اتأكد، لازم اتأكد ان السيرش دي يعني هي طبعا، تعالى نقول مثلا ايفون، اي او. طيب لازم اتاكد ان السيرش دي، بص اهو، تعالى هنقول verify، verify result of search search match with text او match with input. يعني ايه؟ انا بدخل السيرش هنا حاجه، كتبت مثلا سامسونج، سامسونج سيرش. طيب ظهر لي ايه؟ ظهر لي ايفون. طب انا هضغط مثلا هضغط اس ايه، هضغط سوري، هضغط سوري اس ايه، ظهر لي برضو ايفون. ماشي. انا بقى يعني باكسكيوت معاك كده ايه حبي يعني، فاحنا عشان بس ايه فاهمك ايه اللي بيحصل في إيه، يعني ايه اللي بيتم. بس انا مثلا انا بس كده. فدي انا هقول له فيريفاي الريزلت بتماتش مع الانبوت اللي انا دخلته، انا في انبوت دخلته انا عاوز الريزلت تماتش معاه. انجليزي وعربي. طبعا هاي ستيبس. هنا بقى هوضح له بقى، لو ما فهمش او من العنوان هيروح مثلا يفهم من الاكسبكتد، هيروح يفهم مثلا من الستيبس بتاعتي. اقول له واحد اوبن ويب سايت، ويب عشان بس ننجز. رقم اتنين جو تو سيرش. انا بغلط ليه؟ سيرش، بعدين رايت مثلا سامسونج، سام سامسونج. ماشي. تمام. فيريفاي هقول له كده آه، هقول له verify result منا اوف admin will handle time with you. ماشي.
تمام. يبقى انا هقول له ايه فيريفاي الريزلت اللي ظهر. هقول له اكسبكتد. ايه الاكسبكتد؟ عشان بس ايه لو ما فهمش من حاجه يفهم من في تلات مراحل المفروض يفهم منهم. it is expected that the result to be only Samsung device. خد بالك في نقطة مهمة جدا برضو عشان اشرحها لك في الموضوع ده. السيرش حاجة يعني حساسة جدا. ليه؟ لازم تعرف السيرش بتاعك ايه اللي بيقبله وايه اللي ما بيقبلوش. طيب انا عندي دلوقتي ايفون 12. طب لو كتبت كلمة 12 هيجيب لي ايه؟ طب لو كتبت كلمة اتياهو هيجيب لي ايه؟ طيب هقول له مثلا في عندي كلمة معينة او حاجة معينة، اقول له مثلا تيست كيس تانية، سوري تيست كيس تانية. لازم اعرف الاول ايه الحاجات اللي بيقبلها. طيب انا يعني ممكن يقولك لا السيرش عندي ما بيقبلش ارقام، بيقبل تكست فقط، مثلا ممكن يقولك كده. بس هل السيرش ممكن يقبل ارقام؟ اه عادي طبعا، ما يقبلش ارقام ليه؟ هنقول له فيريفاي سيرش اكسبت نمبرز. خلي بالك في نقطة انت لاحظتها لما عشان لما نيجي نطلع ال طبعا ستيبس عشان ما ناخدش وقت فيها، هي زي اللي فاتت. expected that search accept number and works correct. طيب انا هاجي اقول مثلا ايه، بص في عندي ان ال يعني السيرش زي ما احنا شايفينه دلوقتي هو تقريبا مش شغال. يعني هو انت واضح ان هو يعني مفيش حاجه بيقبلها. يعني مثلا عندك في حاجه اسمها جوجل مثلا، في موبايل عندي هنا اسمه جوجل او اسمه بيكسل. خلينا نكتب مثلا بيكسل، نكتبها زي ما هي مكتوبه بيكسل 3. رجع تاني جاب لك الصفحه الرئيسيه. فهو تقريبا فانكشن السيرش هنا في الويب سايتس تقريبا مش شغال. طيب احنا بس خلينا ايه نديزاين تيست كيس بتاعتنا ونبقى في الباجز ايه نريبورت باج واحد ونبلك اللي بعديه. لان انت خد بالك، انت لو هو مش شغاله فانت هتبلك حاجات تانية. يعني النمبرز دي هبلكها لان اصلا مفيش حاجه. يعني هقول لك على حاجه تانية. وخد بالك لازم يبقى يظهر لك سجستشن، يعني حاجات من اللي موجوده. اه verify search function appear suggestion results. يعني هي بتديني مقترحات للحاجات اللي انا ممكن ايه اتست عليها. طبعا دي انا بقول ان هي له expected when user expect when user write first letter of any product already on website, expected that search function appears to him results or search suggestion. يعني search نخليها مش result، searches. ماشي. يبقى انا كده بشوف هل هيظهر عندي يعني مثلا كتبت يو مثلا
ظهر حاجة؟ هل هيظهر عندي ولا لا في السيرش؟ تمام. ممكن انا بفكر معاكم، يعني احنا ممكن نتست ايه تاني عن السيرش؟ احنا قلنا ان السيرش لازم النتائج تكون مطابقة مع اللي احنا كتبناه. طب دي مهمة جدا. انا اقصد بالنتائج ان انت مثلا يظهر لك كل الايفون، مش يظهر لك ايفون واحد. لو انت كتبت ايفون يظهر لي كل الايفون، مش يظهر لي بس 12 برو ماكس. انا اقصد كده، يظهر لي الحاجات المختصه بيها. مش هقعد بقى اقول تفاصيل جواها، لا هي عامه. يعني انا عاوز الانبوت بتاعي يبقى على قد هو ظهر ايفون 12 يظهر لي بس ايفون 12، ما يظهرليش اي حاجه تانية غير ايفون 12. ما يظهرليش سامسونج مثلا معايا. انا اقصد ده الفاليديشن بتاعها. طيب السيرش تاني لازم ان هو يظهر لي اقتراحات، لازم ان هو يقول لي مثلا يظهر لي ايه تاني، يبقى الارقام. اه في حالة عندي دلوقتي، لو انا كتبت حاجة مش موجودة هيعمل ايه؟ يعني البيهيفير هنقوله مثلا تعالى احنا بنفكر مع بعض. تيست كيس رقم 4، verify behavior sorry of search function on invalid input. invalid input ده معناه ان هو كتب حاجة مش موجودة، او مش invalid input يعني on ماشي on invalid input، خليها invalid input. كله برضو. آه بص، هنكتب مثلا enter في الستبس enter any name of item not already exist، يعني مش موجود. هقول مثلا ايه، هقول expected that. احنا هنفكر مع بعض دلوقتي. احنا لما ندخل حاجه في اي ابلكيشن هي مش موجوده، انت ايه اللي بيظهر لك؟ المفروض بيظهر لك الطبيعي. احنا بنتكلم في الطبيعي. في ابلكيشن على فكره بتظهر لك حاجات عشوائيه، يعني هو ممكن في كذا موقع، يعني مثلا مش عارف نون بتعمل كده ولا لا، بس في كذا ابلكيشن ممكن يظهر لك حاجه عشوائيه كده، اللي هو يعني يجيب لك اي سيرش. انا بالنسبه لي ما بفضلش كده. انا بالنسبه لي انا شايف الفاليديشن بالنسبه لها ان هو يظهر لي ايرور مسج. آه يعني we not find what you search about مثلا. there is no nothing. مفيش حاجه مثلا زي اللي انت ظهرتها. فانا هبدا اقول له كده اكسبكتد ان في ايرور تظهر لي او مسج تظهر لي تعرفني ان انا الحاجه اللي انا كتبتها مش موجوده. يبقى انا هفهمه واقول له لا انا بص انا يعني هكتب حاجه مش موجوده، والمفروض لما اضغط كده واضغط على سيرش. هو طبعا المفروض لما اضغط حاجه زي كده ما يظهرليش اي اقتراحات، لان قعدت مثلا كتبت مثلا ايه، مثلا كتبت اي فهو يظهر لي ايفون في السيرش، فكملت كتبت مثلا ايفون. انت عندك مثلا في ايفون اسمه ايفون 3، في ايفون 3، في ايفون مثلا 18. لا مفيش دلوقتي. فكتبت ايفون فهو ماشي معايا في الاقتراحات بيقول لي مثلا ايه. خلاص هو ماشي مثلا، هو عمال يظهر لي مثلا ايفون، وانا فاهم كتب كده ايفون. فهو ماشي في الاقتراحات بيكتب لي ايه، ايفون ماشي. انت عندك ايفون كيس، ايفون مش عارف جراب، ايفون سكرين، ايفون مش عارف ايفون 13، ايفون 12، ايفون. فانا مشيت معاه كتبت كده ماشي. لسه ماشي معايا 11 12 13 14. فكتبت كده بقى ايفون. مفيش حاجه اسمها ايفون 18. مفيش برودكت نزل اسمه ايفون 18. فالمفروض السجستشن بتاعي يقف وما يظهرليش حاجه تاني. ولو انا لو ضغطت سيرش مثلا، لو انا جيت مثلا خلينا نجرب على يعني مثلا ايفون، هو عمال يظهر لي مثلا، تخيل يعني مثلا ايه، هنتخيل ليه يا جماعه؟ ما نخش مثلا يفتح مثلا موقع اسمه نون، هنتخيل مع بعض ايه. خلينا بس ايه، احنا نجرب هنا ونجرب حاجه هنا زي مثلا. انا هنا مثلا وات ار يو لوكينج فور ماشي. انا اخر بحث عندي كان شنطه وسمارت ووتش. دي برضو خد شوف احنا لما بصينا دي المفروض تظهر لي. احنا ما عملناش عليها تست كيس، بس ادينا هنعملها تست كيس دلوقتي. ان هو الفيريفاي ان الريسنت سيرش ابير بتظهر ولا لا. انا كنت باحث عن ايه ابير ماشي. هنقول مثلا ايفون زي ما انا قلت. ايفون اهو بدأ يظهر لي زي ما انا قلت لك اهو ايفون 17 كيس برو ماكس مش عارف ايه. همشي معاه هقول له واحد. لا مش دي، هقول له واحد.
زي ما 218 في ايفون 18 امتى نزل ده؟ ماشي خلينا نجيب. ماشي. ايفون ايه ايفون 18 بقى عشان اضغط عليه بس اجيبه. فين ايفون 18؟ لا طبعا دي بج، المفروض مش حاجه اسمها ايفون 18. ادي بج عند نونا اهي. فين ايفون 18 ده؟ بس ظهر اقتراح فمش حاجه اسمها ايفون 18. مفيش حاجه. ادي بج ادي ماشي يا نون، ادي بج عند نونا اهي. ماشي مفيش حاجه اسمها ايفون 18 عامه. ايفون 20. عندك ايفون 20؟ ما عندوش ايفون 20. فبالتالي انا كده خلاص، ده اللي انا كنت بتكلم عليه. انت المفروض تقف ولو بحثت بقى. بص ده اللي بتكلم عليه. ده اللي انا بتكلم عليه. هو هنا ظهر لك ايه؟ حتى هو ما جابش في السيرش هنا. يعني جاب اول اقتراحات عندي ايه؟ جاب اونر، جاب اونر اكس، جاب اكس شاومي. جاب شوف ابل فين. طب ليه انت جايب لي الاقتراحات دي بس؟ طب هو ده في حاجه اسمها ايفون؟ يعني في حاجه من دول اسمها ايفون؟ طب ماشي خلينا ندخل على اساس هو جابه بناء عليه. في حاجه فيها 20 400 لايت ديول سيم اسم بتاع. مفيش حاجه اسمها حتى يعني مفيش حاجه اسمها حتى يعني اسمها 20. فدي انا بالنسبه لي انا دي بج. انا ما ينفعش ان انا اكون كاتب ايفون 20 وفي السيرش بتاعي هو جابها نفس دي. ليه تجيب لي الحاجات دي؟ انت المفروض تجيب لي رساله تقول لي لا هو مفيش. طبعا احنا لو بنتست حاجه زي نون ما شاء الله بصوا يعني. احنا لو قعدنا نعمل كورس على نون احنا مش يعني احنا مش يعني انت ما شاء الله الكورس ده طويل جدا هيبقى ساعات يعني. لا مليان ما شاء الله. بص براند وبرايس كل الحاجات دي عليها تست كيسز. شوف كل ده ربنا يكون فعلا اللي اشتغل عليه بقى. دي بيبقى تيمات بقى ماسك الموضوع ده. كل واحد ماسك فيتشر معينة وبيقعدوا فيها فترات طويلة جدا يعني بتاخد وقت كبير جدا في الديزاين والحاجات دي كلها. تمام. يعني في بجات هي برضو. يعني انا مثلا لو واحد بتسعة اقول لا انا مش يعني 7 ريزلت في الايفون 20. فين ايفون 20؟ انا بالنسبه لي دي بج. ما انت المفروض تظهر لي رساله تقول لي لا مفيش حاجه بقى اسمها ايفون 20. احنا ما لقيناش انت تبحث عنه. بس ده جابنا ان احنا نعمل ايه اللي قلت لك عليه التست كيس بتاعه الفيريفاي ريسنت سيرش. فيريفاي verify recent search appears when user click on search icon. انت يعني اعمل لي ان السيرش بتاعتك شغاله لما انا بضغط عليها ولا لا. خلينا نتكلم مع بعض كده ايه. عشان بس يعني ايه نسيف الوقت. عشان يعني الحاجات ما تبقاش طويله يعني. عشان ما تزهقش انت برضه. ماشي. احنا لما رحنا دخلنا على نون طلعنا بج للايفون 18 والايفون 20 وطلعنا تيست كيس ان انت في حاجه اسمها ريسنت سيرش. فده معنى كده ان انت لما يكون عندك خبره من حاجات تانية فانت بتبدا ان انت على طول بتست على طول. بس انا شايف صراحه ان التيست كيس يعني مثلا لو قلت لك زي نون المفروض يقبل ارقام زي ما هو قبل ارقام. يعني لو قلت 12 مثلا. اه. 122 قبل وجاب لي عليه. طيب في بيبل اتيهو مثلا. اه ماشي. هو قبلها عادي. ما طبعا ما فيش حاجه اسمها فاليديشن على اللي بتاع. وفي عندي اهو ظهرت حاجه. المفروض يكون عندي مثلا كلير اول. ما فيش عندي اي حاجه تانية ظاهره اهي. طيب يبقى احنا كده طلعنا بتو تيست كيسز. ايه هما؟ ان انا الريسنت سيرشز والكلير اول ان انا امسح الريسنت سيرشز عندي. وفي عندي حاجه ان انا امسح تيست كيس ان انا امسح وتكون شغاله عادي ولما اضغط تاني ما يظهرش اي حاجات انا كنت مسرش عليها قبل كده. وعندي كمان ان انا يكون في ريسنت سيرشز عندي المفروض تقبل عندي المفروض تماتش. انا بالنسبه لي حته ان هي تماتش دي هي دي بج بالنسبه لي. ايه؟ يعني انا لو انا برفع بج مثلا لو انا برفع بج يعني مثلا تعالى مثلا كده. اللي هيتست البج هيقول لك ايه والله انا عندي ايفون مثلا 12 او ايفون 13 مثلا. ايفون 13 ودخلت بس هو ظهر عادي. هيظهر ده كده ما فيش عندي بج في الاساس. يعني الاساس عندي بج ما فيش. هو بقى بيكمل حاجات تانية هو براحته. يعني هو ممكن بص يعني هو جاب لك كل الموبايلات تقريبا اللي على الويب سايت. يعني هو ما طبعا دي بالنسبه لي برضو انت ليه جايب لي كل الحاجات دي كلها؟ يعني انا مش عاوز ده كله. انا قايل لك ايفون 13 فهات لي بس ايفون 13. انا مش عاوز الباقي. انا لو انا بتست انا هرفع دي باجز لان ليه؟ انا طالب منك ايفون 13. انا مش عاوز حاجه غير ايفون 13. انا لو عاوز موبايل اللي هو انفينكس هطلب منك انفينكس هكتب انفينكس. فانا ليه تجيب لي الانفينكس؟ ممكن دي حاجه عندهم. يعني ممكن هم
حتى لو انت كنت تستر وبتست فنون مثلا، قالوا لك لا احنا قاصدين نعمل كده، احنا قاصدين ان احنا نجيب لك المنتج بتاعك ومنتجات تانية وباقي المنتجات تشوفها بالمره. فاهم؟ بس انا كده ايه فرق ده بيني وبين مثلا ان انا داخل اشوف يعني على نون عادي، داخل اشوف قسم الموبايلات عادي. يعني اكيد في هنا قسم موبايلات مثلا، او اكيد هنا مثلا ابلكيشن، اكيد في حاجه للموبايلات هنا مثلا قسم مثلا. بس ايه فرق بين ان انا ادخل دلوقتي ان انا ادخل ان انا اشوف مثلا قسم الموبايلات ده لوحده، وان انا ادخل اشوف قسم، يعني ما هو انت الفكره في السيرش ده، انا بحاول ان انا على قد ما اقدر ان انا افلتر، اجيب الحاجات المهمه بس. فالفكره ايه الفرق ان انا لما ادخل على حاجه زي الموبايل مثلا، يعني انت ليه تجيب له كله؟ ما هو انا داخل افلتر، انا داخل بس افوكس على الايفون 13، مش عاوز اشوف انفينكس، مش عاوز اشوف فيفو، مش عاوز اشوف سامسونج، مش عاوز اشوف اي نوع موبايل تاني الا الايفون. فانا لو بتست انا هرفع عن دي باجز موجوده ضمن الحاجه اللي هي بتاعت الريزلت ماتش دي، هرفعها ضمنها، وهرفعها ضمن ان انا لما اسيرش على حاجه اوريدي اصلا ما نزلتش وما فيش حاجه اسمها كده، المفروض انت ما تظهرليش اي حاجه. يعني مثلا خلينا نبحث برضو كتست كيس تانية عن اي حاجة تانية. خلينا نبحث عن اي حاجة تانية، اي حاجة تانية مثلا، اي يعني قول مثلا آه مثلا في حاجة كده، في برودكت اسمه مثلا احمد. اكيد مش حاجة اسمها احمد يعني، صح؟ اكيد احمد تي، لا في ماشي. عاوزين مثلا نقول في حاجة اسمها نونة، مونة، مفيش حاجة اسمها كده يعني. ايه بقى نونا ومونا ده؟ ما هو ظهر لي بقى اي حاجه، يعني ايه نونا ومونا بقى؟ ما هو هل ده له علاقه بنونا ومونا اللي انا قلتها دي؟ ما اعرفش يعني ايه نونا ومونا، بس هي القصه في كده. ده انا بتكلم فيه، انت المفروض تظهر لي رساله اتعرف بيها اصل لي 7 ريزلت في النونا مونا. ايه نونا مونا اصلا؟ يعني انت هل في عندك حاجه اسمها نونا مونا؟ فانا دي باجز بالنسبه لي. فان انت لا، المفروض تقول لي في رساله يعني ايه يعني انت تقصد ايه؟ او مفيش حاجه عندنا في الابليكيشن او الويب سايت اسمها نونا مونا. فانت المفروض ما تروحش تجيب طب هو انا عاوز افهم برضو حاجه، هو ليه جاب نونا مونا وجاب دول؟ يعني هما دول اللي هم علاقه بنونا ومونا؟ يعني ايه نونا مونا دي اصلا؟ مش فاهم. ففكره ماشي انت يعني هو ممكن تشابه يعني حروف مثلا، فيها الحاجات دي، ممكن حاجات يبقى فيها ان وام كتير، يعني حاسس اشوف ام او كتير اهي. يعني مثلا لو قلنا مثلا كي، بي اس دي، هتلاقي تقريبا كل الحاجات اللي جايه ليها علاقه بالكي بي تقريبا يعني. اشوف اس، ان اكتر حروف اهي اس. بس برضو يعني هو جاب اس دي تقريبا بس دي دي هي مش منطقيه بالنسبه لي. يعني انا يعني عشان انا المفروض ابين لليوزر ان انت بتبحث عن حاجه مش موجوده، مش هجيب له ريزلت احسس ان انت بتبحث عن حاجه صح بس الريزلت ملهاش علاقه. فهي الفكره في كده. خلينا برضو ما دام احنا دخلنا على نونو على ابلكيشن موجود اشرح لكم حته الايه، البرودكت ديتيلز، وايه اللي انت ممكن التست كيسز اللي انت ممكن تطلعها عليه. خلينا نجرب على الاونر ده. طيب المفروض زي ما قلت لك قبل كده، انت هيظهر قدامك الصفحه بتاعته كده. هنسيبنا من كل الحاجات اللي فوق دي لان انت هتكون عاملها تيست قبل كده، هي بتظهر كده كده في اي صفحه عشان لو انت عاوز من اي صفحه تدخل ليها. هنسيب ده برضو من الاد اللي موجود فوق ده. احنا هنركز على على كذا حاجه. اول حاجه تركز عليها في الصفحه اللي فوق دي، هوم، الكترونكس، موبايل اكسسوارز، موبايلز، سمارت فون. لازم التسلسل اللي قدامك ده، التسلسل ده يبقى ماشي صح. ما ينفعش مثلا هنا لون فاشون في النص يبقى في عندك بج. يعني قصدي ان انت يعني اصل انت لو رجعت هنا ثانيه، لو جيت هنا الحاجات دي كليكابل. يعني ايه؟ هيجيب لي الموبايلات سوري الموبايلز الموجوده عندي هيجيبها. خلاص، يبقى انا لما اضغط هنا لازم التسلسل بتاعي يكون صح. لازم ان انا اول حاجه دخلت من الهوم بعدين الالكترونكس يجيب لي انا وصلت هنا ازاي بالظبط. طيب يبقى دي اول تيست كيس، ان انا افيريفاي الحته اللي فوق دي. ماشي. انا ما بكملش تيست كيس على اعتبار ان انت يعني ايه دخلت معايا في الجو، عارف هتكتب في الاكسبكتد ايه، الاكسبكتد ان هو التسلسل بتاعي يكون صح، وان انا ما يبقاش في حاجه في النص ملهاش علاقه بالموبايل، وان انت على اعتبار ان انت الدنيا معاك تمام دلوقتي. ماشي. زي ما قلت لك هيبقى عندك الاسم بتاعه، ما اعرفش فيه ديسكريبشن ولا لا. يعني في ديسكريبشن بيوصف الموبايل اهو، برودكت اوفر فيو موجود، الاسم بتاعه،
ده طبعا تبع اونر. في عندي فيفورت برضو، ده تبع اونر، الاسم بتاعه، الريتنج دي التعليقات اللي قلت لك عليها، والظاهره اهيت، كل الحاجات دي كلها على تيست كيس. بس انت عندك مثلا يعني حاجات زي يعني في حاجات يو اي كتير يعني. العنوان بتاعك، العنوان بتاع اليو اي، ممكن شكل الريتنج، لو انت في الفيجما في شكل تاني، انت هنا شكل تالت. بس انت لازم برضو تتاكد ان انت ممكن تضيف مثلا، تيجي هنا مثلا تضيف فين الريتنج، لو انت ممكن تضغط عليها تقريبا فهتجيب لك صفحه اهو. ممكن انت مثلا لو اشتريت مثلا، لو انت مسجل واشتريت، ان انت تضيف. ممكن ان انت مثلا تضغط لايك هنا، تتفرج عليها. ممكن انت شو، خد بالك ان انت في الريتنج ممكن ترفع صور، فتاكد انت ممكن ترفع صور ولا لا. انا بقول لك طريقه تفكيرك انت دي اهم من الكتابه على فكره، انك هتفكر ازاي. الكتابه سهله، انت بس هتفكر، هتصيغ الكتابه في تيست كيس، انت هتفكر ازاي. هتفكر ان انت مثلا الفانكشن دي لازمه، طب انت هل الهوفر لما انا بضغط على المنتج بيكبره لي زي ما انا بشوف كده، عشان اشوف تفاصيل الموبايل، عشان اشوف الايدجز بتاعته، عشان اشوف الاس بتاع اونر، هل بيكبر ولا لا. هل اقدر ان انا سكرول عن الصفح ولا لا، بيجيب لي صفح مختلفه ولا لا، ولا بيجيب نفس الصفح. تفهمني؟ هل في يعني في وصف ليه، في مثلا يجيب لك الفيتشرز بتاعته موجودة ولا مش موجودة، زي ما انت شايف كده. كل الحاجات دي كلها انت بتستها، كل الكلام ده كله. التعليقات تقدر تضيف تعليق، تقدر تعمل ان انت تقدر تعمل ريتنج، تقدر تشوف الريتنج كلها موجودة ولا لأ. تقدر ان انت تاد تو كارت، ان هو العربية. طبعا دي قصة لوحدها، لسه هنروح لها ان شاء الله بعدين. فتقدر انت تضيف للعربية ولا لأ. كل الحاجات دي كلها انت بتعمل لها تيست، ودي كلها مش تيست واحده، تيست كيسز كتير بقى. طب انا لو ضفت لها في العربيه هتسمع ولا لا؟ هل لازم اروح، ولا هيظهر لي حاجه زي اللي هو حاجه هتظهر من الجنب كده تعرفني ايه اللي في العربيه مثلا، واعمل كونتينيو شوبينج مثلا، او هتوديني الاول على العربيه. الحاجات دي كلها بتكون طبعا مذكوره في الدوكيومنتيشن، عشان لما تيجي تيست تشوف هو انت ماشي تبع الدوكيومنتيشن ولا لا. تمام. هيظهر لي ان بعد ما اضاف ان هو متضاف للعربيه، ان انا ازود ولا ما ينفعش، هل في ليميت للتزويد ولا ما ينفعش. بص، ماكسيمم ايتمز اد ان كارت 3. انا ما ينفعش اضيف اكتر من 3. طب هل ده صح يعني؟ هل من النوع ده ولا من كل نوع؟ ثواني، مثلا لو جينا مثلا هنا، اخترنا مثلا ايه، مش موجودة ولا في مشكلة في النت ولا ايه؟ اي حاجة. طيب لو جينا مثلا هنا، دخلنا على دي. هو ليه قال لي ان الكوانتيتي 3؟ بساعتها كده معلش. طيب. اه، توتال حطولي، انا كنت بتكلم عن التوتال. حطهولي هنا اهو. تمام. بس ليه قال ما ينفعش اضيف اكتر من تلاتة؟ عشان هو الموبايل ذات نفسه مش موجود الا منه تلاتة ولا ايه؟ يعني انا اقصد، انا بفكر معاكوا كده، اللي هو يعني عشان بس الموبايل ده مش موجود منه تلاتة مثلا، الستوك الموجودين فيه منه تلاتة بس، ولا عشان ايه؟ خلينا نشوف مع بعض كده، نجرب نشوف. بس هو قال لي maximum items added in cart 3. ليه ما ينفعش اضيف اكتر من 3؟ طيب خلينا نرجع تاني، نروح نجيب منتج تاني، زي مثلا خلينا نجيب ممكن منتج خفيف شوية في السعر زي الساعة. يعني نعمل اد تو كارت مثلا. لا، كونتينيو، اد، اد، اد. اه، ماكسيمم ايتمز ادد ان كارت. هل هو بيضيف برقم معين، ولا هو بيضيف بالستوكس يعني؟
يعني بوبا يجي عندي مثلا في امازون يقول لي لسه باقي 3 في الستوك، لسه باقي 10. هل في حاجة معينة بتقول لي ان ليه بضيف هنا، ليه ضفت هنا 10؟ طب خلينا نروح للعربية كده نشوف مع بعض، نشوف ده سعره 50، يعني التوتال كله. طيب التوتال كله هنا، هو في حتة يعني انا شايفها باك صراحة، ان هو المفروض يظهر لي التوتال هنا قبل ما يظهر لي التوتال هنا. يعني انا عاوز اعرف التوتال هنا كام، هنا كام وهنا كام. مش ظاهر لي برضو التوتال هنا كام وهنا كام. طيب هو ظاهر لي بس التوتال لكله، يعني الاتنين مع بعض. انا ما اعتقدش ان هو يعني، ما اعتقدش ان تنتهي ب25,000. طيب 39,000 ليه ضاف من ده 10؟ طب خلينا نجيب، معلش خلينا نجرب اي موبايل تاني. خلينا مثلا نمسح الموبايل ده ونجرب هو مع الموبايل بيضيف 3 موبايلات بس ولا هو ايه. خلينا نجرب اي موبايل تاني وليكن غالي مثلا. نجيب ايفون مثلا، ايفون 16 مثلا او ايفون 16 برو ماكس. ايفون 16 مثلا. ادي ادي الايفون 16، موبايل ذات نفسه ب51,000. اد تو كارت، خلي كونتينيو، زود زود زود. اه يبقى هو تقريبا، شوف خد بالك اهو only 5 left in stock. هو عندي 5 بس العربية ما بتقدرش تشيل الا 3 بس. هل دي بج؟ الله اعلم. هل دي مذكورة في الدوكيومنتيشن عندهم في نون؟ الله اعلم برضه. شفت بقى احنا بنتست ازاي، شوف احنا بنفكر ازاي، الدنيا بتمشي معانا ازاي، البجات بتظهر ازاي. يعني المفروض يقول لك يعني ليه ماكسيمم، هو تعرفني ليه ما فيش الا 3 في الستوك مثلا، ما هو تعرفني ليه، انا عاوز اجيب 5 موبايلات يا عم، انا حر. السعر كله 155,000، يعني احنا اتضح لنا ان العلاقة مش في السعر. يعني العربية مثلا ملهاش ليميت معين في مثلا في السعر. يعني مثلا مش العربية بتشيل سعر معين، لا. هي الفكرة كلها ان ان تقريبا في الموبايلات يعني ما بيقبلش 3 موبايلات بس. خلينا نجرب في موبايل تاني، سامسونج مثلا، عادي. شوف احنا بنتست ازاي. سامسونج. طيب اس اي ام، اس يوني، انا بفكر ان ده غلط، مش معنى هو ظاهر لي الهونر في الاول. ادي بج تاني. شوف يعني عادي، يعني انت الابلكيشن ده اكيد مر بناس بيتستوه، بس عادي مفيش يعني في مبدأ اسمه مفيش ابلكيشن او مفيش ويب سايت خالي من البجات. فده بج برضو تاني، ان انت فين، انا ضغط سامسونج اول حاجه تظهر لي اونر ليه. دي بجات اهي، تمام. هندخل على السامسونج، سيبنا من ان احنا ما ظهر لنا اونر بالبج اللي فاتت دي. ماشي. هنحاول نضيف، نشوف الموضوع ده متطبق معاه ولا لا. اد اد اه ماشي. يبقى هو شكله عامل فاليديشن. انت ما ينفعش تضيف اكتر من 3 موبايلات في العربيه، ما ينفعش. طيب خلينا نعمل حركه برضو معينه، اشوف هيقراها ولا لا. خلينا نعمل له ايه، نقول له ماشي انا هدخل على الموبايل ده، هضيفه. ماشي. كونتينيو. وبعدين هدخل تاني على اي موبايل تاني، احنا بنشوف مع بعض. مثلا اجيب اي موبايل تاني زي الموبايل ايفون. ماشي. وبعدين لا احنا عاوزين نشيل طبعا ثواني بقى، عشان احنا كده ايه، شفنا حاجة مهمة، بس خلينا نعملها من الاول.
طب ما نعمل لوجن، يمكن اللوجن فيها يعني احنا عايزين نعمل لوجن، يمكن اللوجن عندنا فيها ايه، مشكلة ما. طيب احنا حاليا عملنا لوجن عشان نشوف بس الموضوع ده ايه دنيته، يمكن لما اللي بيتعمل له لوجن مثلا، اللي مش لوجن مثلا بيبقى فيه مشكلة، فماشي. احنا ايه اللي فكرت فيه، قلت احنا هنضيف اكتر من 3 موبايلات بس بانواع مختلفة. يعني ايه؟ يعني هنشوف العربية هتشيل كام نوع موبايل بس بانواع مختلفة. ماشي، احنا اول حاجة ضفنا مين؟ ضفنا ده، هنضيف ده من بره بره كده، وهنضيف ده من بره بره برضو، وهنضيف ده من بره بره. طيب اتضافوا اكتر من 3 موبايلات. ماشي، عاوزين نضيف ايه تاني؟ عاوزين اي موبايل تاني، خلينا نبحث عن ايفون عادي. تمام، خلينا نضيف ال 13 وال 13 الابيض، وخلينا نضيف الانفينكس ده. ماشي، اذا هو عادي بيقبل، ممكن يقبل 8 موبايلات بس بانواع مختلفه، لكن من نفس النوع ما ينفعش يقبل اكتر من 3 موبايلات. لو ضفنا ده تاني، تالت، اه ما ينفعش. معرفش دي بج ولا ايه، بس انا يا رب اكون يعني وصلت لك حته من احنا ازاي بنتست، ازاي بنلاقي البجات، ازاي ان انت لما بتست في حاجات تانية بتفتح معاك ما بتكونش في دماغك اصلا، بتلاقي نفسك بتستها. الحاجه دي ممكن تكون مذكور، ممكن ما تكونش باج، ممكن تكون هي حاجه مذكوره في الدوكيومنتيشن، او حاجه من الفاليديشن عندهم ان ما ينفعش العربيه تشيل اكتر من 3 موبايلات من نفس النوع، بس ممكن تشيل 20 موبايل من انواع مختلفه، ما اعرفش ليه. بس هي دي ممكن يبقى عندهم فاليديشن من النقطه دي، مع ان في العربيه فيها 5 هي عادي. بس اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. وممكن حته نون دي عجبتني، ممكن ندخلها معانا في حاجات تانية عشان افهمك بس ايه الحاجات اللي كانت ناقصه في البراوزر اللي هو ستاك ديمو ده، وممكن نلاقيها في نون. شكرا.